السلام عليكم. اليوم سخفت على زليق ومرقه حمراء بكسره خضيره، قلت والله ما نخليهم في قلبي. درتهم واش نقول لكم، جا بنين كي العسل، طايب زبده وهذيك المرقه لابيه مع جات بشويه حروره وكسره خميره. واش نقول لكم، سخفتكم في الجنه ان شاء الله. لا انا حكمت الزليقو وانا درتو خضر، ما حبيتش ندير الكونجلي يجي احسن، يعطي نتيجه روعه في المذاق. نحيت له الحراره تاعو، قطعته على زوج، غسلته في الماء وقطرته وخليته ينشف يشيح. في جهه اخرى حكمت لا كوكوط، حطيت فيها شويه تاع الزيت، طريف تاع اللحم، حبه تاع بصله كبيره مرحيه، طماطم زوج حبات رابي، ملح، فلفل كحل، الحمار الحلو والحمار الحار تحطوه على حسب الذوق. قليتهم مليح ومن بعد ضفت لهم مغرفه مش معمره تاع الطوماط كونسونطري، زدت قليتها مليح حتى دابت لي هذيك البصله والطماطم ومرقتهم بالماء السخون. من جهه اخرى راح نحكم في مقله، نحط شويه تاع الزيت ونحط هذاك الزليق ونشحطو شويه حتى يدي ليه كلون شويه دوغي. ندير بكميات قليله حتى نكمل الكميه تاعي كامل، ومن الاحسن كي تنحيوه تحطوه في ان بابي ابسوربون. كي نخلص الزليق والكميه كامله راح نلوحو في لاصوص باش يطيب، يكمل يطيب مع اللحم. نحط له زوج كريبطات تاع الحار ونخليه حتى يطيب ويلبالي، وشوفوا النتيجه النهائيه زي ما جا، صدقوني جا بنين كي العسل، لابي وطايب. انا ما نقدرش نديرو بزاف لان ولادي ما ياكلوهوليش، على هذيك تشهيتو اليوم ودرتو وما ندمتش كي درتو، جا روعه. كانت هذه وصفتي اليوم، نتمنى عجبتكم. ما بقى لي غنقول لكم، خليكم في وصفه جديده، في امان الله.